معاك مليون دولار روح اشتري بيهم عقار، ابعد عننا ان احنا معانا المستويات والتحف اللي شبه الاثار اهو. الكلب جليس الاطفال، الكلب السنت جرنر، بس سنت عن سنت يفرق، مش اي سنت يتقال عليه سنت. ما تجيبليش كلب وشه رفيع وقليل وبردعته مش كامله ومش مظبوطه وتيجي تقول لي اصل ده كلب سنت. ما تجيبليش كلب سنت داخل فيه كوكيجن او داخل فيه جريت دان وشكله عره وممكس على بعضه وشكله ما يسواش حاجه وتقول لي ده كلب سنت. السنت ليه مواصفات وانا اساسها في مصر بفضل الله. الكلام ده من 20 سنه فاتت. تدخل عندي على الاكونت او على البيج هتعرف يعني ايه سنتات. استوردت اجمد سنتات في العالم. دي جروايه سنت نتايه مش ذكر، عمر شهرين. ركز بس الماسك عامل ازاي. دي مناظر السنت عندي. مع فادي ليجند دوجز مش هتقدر تغمض عينيك. ده الكلب جليس الأطفال العملاق اللي ممكن تحطه في شقة، في فيلا، في بيت، في جاردن، هيستحمل معاك صيف شتاء، هيستحمل معاك. شعريته يكاد يكون لا هي اكسترا لونج ولا هي شورت، ميديم، يعني تستحمل معاك كل حاجة وتبان فيها كل حاجة، ومع ارتفاعه القوي قوي ما بيلمش أي حاجة من الأرض. السنت كلب اتعمل له فيلم أجنبي مخصوص ليه. السنت كلب ذكي جدا، كلب تقدر تدربه على الطاعة وعلى الشراسة وعلى الهدوء في لحظة بإشارة عين. كلب ممكن يكون ضخم جدا لكن لو عندك شقة يقدر يتعايش فيها وما تقدرش تشوفه كتير لأنه هيقعد في ركن خاص بيه من هدوءه وجماله وبيسمع الكلام جدا جدا، ويقدر يكون حراسة للمكان ولبيتك ولأطفالك ولكل تفاصيلك اللي انت ممكن تكون محتاجها في كلب زي ده. مش هتكلم عن الضخامة والألوان لأن الألوان دي كل ما بيكبر الكلب بتبقى أحلى وأحلى. القمر فراولة. فراولة أجمد كلبة سنت في الوطن العربي.